وبعد 7 حلقات من مسلسل اخواتي اقدر اقول وبكل تأكيد ان ده افضل واحلى مسلسل في موسم رمضان، واكتر مسلسل كيفني وبستنى حلقته من اليوم لليوم. وهتكلم طبعا عن كل العناصر اللي عجبتني. مبدئيا اول 5 حلقات متكاملين ولا غلطة، السيناريو ايقاعه سريع، احداث ورا بعض بتحصل وكلها غريبة، لان المسلسل قايم على فكرة الدراما والكوميديا اللي بيكون فيها عبث. وبما ان انا بحب العبث فمبسوط جدا، وفي لحظات ترقب وشوية توتر خلال الحلقات. وبرضو مسلسل اخواتي قدم اقوى حلقة في رمضان ما بين كل المسلسلات اللي شفتها، وهي الحلقة الرابعة، حلقة الكباب والكفتة. كانت جميلة جدا واكتر حلقة استمتعت بيها في كل مسلسلات رمضان اللي بشوفها. ولازم طبعا اتكلم عن الاربع اخوات اللي الكيمستري ما بينهم تحفة ودمهم زي السكر. والافضل كاداء تمثيلي كندا علوش وجيهان الشماشرجي، ادائهم رائع. كندا علوش من الناس اللي انا كنت الصراحة يعني بيني وبينكم مش بهتم قوي بادائها، ولكن هنا اداء بارز وحضور قوي. كمان جيهان الشماشرجي واللي هي ظهرت مؤخرا في اخر سنتين وكنت بشوف لها حاجات حقيقية حلوة، ولكن بكل تأكيد ده اقوى ادوارها. وده مش تقليل خالص من نيلي كريم وروبي، لان دول كده كده اي دور هيتحطوا فيه هيتقدم بشكل اقل حاجة جيد جدا. كمان حاتم صلاح بالنسبة لي ده ممكن يكون افضل دور ليه هو كمان، ومشاهده مع كندا علوش من اروع ما يمكن. كمان علي صبحي دور مختلف واداء جيد جدا. نتكلم بقى على ضيوف الشرف. يعني ايه ضيوف شرف؟ اتفرج على مسلسل اخواتي. في الحلقة الاولى عندنا احمد حاتم، شخصية مستفزة وقدمها بشكل رائع. ولكن محمد ممدوح يا جماعة، رغم انه معملش مسلسل من بطولته السنة دي، بس ظهوره هنا رائع ومؤثر وبيمثل حلو قوي. وفكرة ان شخصية عابدين تبان في الاول انه شخص استغلالي ومش كويس، بس تفهم بعدها ان ابسط احلامه انه بس يعيش ويكون اسرة. دي بالنسبة لي فكرة اكتر من رائعة، ومشاهده مع روبي كانت من اجمل ما يمكن. كمان مسلسل اخواتي هو الافضل بصريا، وتكوين الكادرات رائع وما تتنسيش. الموسيقى التصويرية جامدة جدا، على الرغم ان كذا حد قال انها مقتبسة من ذا وايت لوتس، بس انا الحقيقة ما شفتوش فمعرفش. ولكن كل ده يحترم لانه تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير اللي انا بثق في كل اعماله. كمان عجبني قفلة كل حلقة باغنية مختلفة، زي كلام عينيه لشيرين عبد الوهاب، واللي هي اصلا اغنية على المستوى الشخصي بحبها جدا. كمان اغنية طل بالابيض، لا قفلة كل حلقة مع الاغنية بتكون جامدة الصراحة في المونتاج. مشكلتي مع المسلسل ان بعد العظمة اللي شفناها في اول 5 حلقات، الحلقة السادسة والسابعة الريتم قل شوية، وجو الكوميدي العبثي اللي كان بيحصل بدأ يقل. اتمنى ان ده يكون فاصل بسيط او بريك علشان يكون تقديم لاحداث تانية اقوى، خصوصا ان لسه في حاجات عايزين نعرفها زي مين قتل ربيع، ولسه هنشوف طبعا. وانا بثق في محمد شاكر خضير، وواثق ان المسلسل ان شاء الله هيكمل بنفس الطريقة اللي بدأ بيها، ومتكيف قوي. واكتر مسلسل فعلا بستناه كل يوم مع مسلسل قلبي ومفتاحه اللي ان شاء الله هيكون الحلقة الجاية على طول. شكرا جدا ليكم. عايز اعرف رأيكم في مسلسل اخواتي، وايه افضل مسلسل في رمضان بالنسبة لكم لغاية دلوقتي اهو بعد ما عدى 8 ايام. وبس كده، مع السلامة.